عايز اقول لك سبب بسيط خالص خلى العربيه الصمامات بتاعتها تتقطم، تمام. وخلينا فتحنا المكنه وغيرنا طقم صباب وعملنا كده، يعني غيرنا طقم الصباب وجلد الصباب وودينا الوش في المخرطه، تمام. ودلوقتي العربيه واقفه اهي، يعني تحت الملاحظه لما الراجل الميكانيكي يقول لنا خلاص تمام يقفل لنا الوش ويقفل لنا علبه الهواء وخلاص يقفل العربيه عشان نتوكل على الله وايه ونتحرك، تمام. طب ايه السبب بقى اللي وصلنا المرحله دي كلها؟ اللي وصلنا المرحله دي كلها سير الكتينه، اللي هو ده سير الكتينه ده اتقطع والعربيه ماشيه على الطريق، تمام. طيب ايه اللي حصل لما سير الكتينه اتقطع؟ طبعا العمود الكمات اللي فوق وقف واللي تحت فضل شغال، فالبستم طلع خبط في الصمامات قطمها كلها، خلى غرف الحرق ما فيهاش كبس ومش شغاله. طيب ايه السبب اللي خلى اصلا سير الكتينه يتقطع؟ رقم واحد اللي يخلي سير الكتينه يتقطع العمر الافتراضي بتاعه يكون عدى، بس ده مش اللي حصل هنا. اللي حصل هنا ان سير الكتينه اللي كان مركبه في المره اللي فاتت كان شادد السير على الاخر، تمام. فالسير لما اتشد على الاخر اللي يخلي السير بتاع العربيه الترس بتاع الكاميرا من فوق وترس الكرانكه من تحت بيفوتوا على السير، فبياكل السير اسرع. يعني العربيه عملت بالظبط حوالي 1000 كيلو على السير القديم، من ساعه ما اتشد اتعمل عليه 1000 كيلو والعربيه قطعت السير، ما اتقطعش كمان، السلوم بتاعته اتاكلت كلها من جوه. يعني بص هوريهولك دلوقتي اهو، يعني غيرنا جونش السلندر وحاجات كتير، المكنه اتحلت اصلا، السير القديم اهو. ده سير الكتينه القديم، السنون بتاعته هو ما اتقطعش، هو سليم اهو، بس السنون بتاعته ايه؟ مسحت واتاكلت زي ما انت شايفها كده، تمام. ده كله بسبب ايه؟ بسبب ان هو كان مشدود. ودخل يعني سير كتينه ثمنه 300 400 جنيه، دخل العربيه في عمره ودخلها في مصاريف وصلت حوالي 4 5000 جنيه. 500 جنيه وصلنا لمرحله مصاريف اكتر من كده بكتير، طبعا طقم صباب ومخرطه وطقم جوانات وقصص، يعني كان الواحد في غنى عنها خالص. فيعني نصيحه مني تحافظ على العمر الافتراضي لسير الكتينه، هم حوالي تقريبا 60000 كيلو او 60000 40 60000 حاجه كده في الرينج ده، تمام. من 40 ل 60000 كيلو ده سير الكتينه، عشان لو ما اتغيرش في المرحله دي بيبدا ان هو يتشقق ويتاكل ويبوظ والكتينه هتفوت وتدخلك في القصه اللي احنا دخلنا فيها والصبابات تتكسر وكده. ونصيحه تانيه لما تروح لميكانيكي يركب لك سير الكتينه لازم يكون ميكانيكي بيفهم عشان يركب لك سير الكتينه مظبوط وما يشدوش على الاخر او يرفرفوا على الاخر فالسنون بتاعته تتاكل زي السير القديم اللي انا لسه موريهولك، تمام. ويدخلك بقى في قصه عمره وصبابات تتكسر والدنيا تبوظ منك. فدي الاسباب اللي بتخلي سير الكتينه يبوظ وتدخلك في مشاكل كتير. متنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو واستنى الفيديوهات الجايه.